احنا دايما في الاجازات بننسى نفسنا وسط الولاد والبيت والمسؤوليات. طب ليه بنعمل في نفسنا كده؟ بص يا ست الكل، الحقيقه ان احنا بنقع في فخ بنفتكر ان سعادتنا ان بس نشوف اللي حوالينا مبسوطين، وبنعتبر اننا كده عملنا اللي علينا وزياده. بس الحقيقه انك انت كمان من ضمن مسؤولياتك، والاجازه لازم تاخديها انت الاول. وايه الحل العملي علشان تحسي بالاجازات في وسط المسؤوليات دي كلها؟ الحل ان الاجازه مش هتجيلك لحد عندك، لازم انتي اللي تبدأي الأجازة دي. يعني حسسي نفسك بيها حتى لو حاجة بسيطة تخصك انتي بس، لأنك لما بتكفلي الراحة دي لنفسك بتوصليها للي حواليكي بشكل تلقائي ومن غير مجهود، وبيكونوا كلهم مرتاحين. طب وإيه دور الزوج في الوقت ده؟ وهل عليه مسؤولية تجاه زوجته؟ الإجابة طبعا، ودي رسالة خاصة لكل زوج. انت محتاج تحسس زوجتك بالأجازة، تشجعها تفصل، ساعدها تعمل نشاط يخصها هي وبس. لما بتساعدها تاخد أجازة حقيقية، انت كده بتساعدها تشحن طاقتها من تاني عشان تقدر تكمل معاكوا وهي مرتاحة. وهقولك حاجة تانية، ساعات بناخد أجازة فعلا بس بنرجع منها حاسين ان احنا مرتحناش. ايه السبب؟ ده فخ تاني بنقع فيه، بنرفض نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه الأولاد بالتحديد، ونفضل برضو ندي تعليمات وتعليقات ونوجه في كل تفصيلة حتى واحنا في الأجازة. احنا بنبقى مشغلين رادار المتابعة طول الوقت، وده بيخلينا نستهلك طاقتنا بدل ما نرتاح. طب ازاي نوقف الرادار ده ونستمتع بالأجازة بجد؟ الحل السحري هو الوقت الحر. ارفعي ايدك عن رادار المتابعة شوية وخلي كل واحد يعمل اللي هو عايزه طالما مفيش تجاوز. هما من حقهم يحسوا بالحرية، وانتي من حقك تفصلي وتستمتعي بجد. وافتكري انك ترمومتر البيت كله وراحتك مهمة لاستقراره. ودي كانت خلاصة الجلسات.